ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. يا ريت كده لو في حد بيتفرج عليا او حبني، يعني اكيد مش حبيتوني انا عارفة، يعني حابب ان هو يتفرج على فيديوهاتي، يكتب لي تعليق، يعرفني كده ان في حد يعني بيعبرني، فاحس كده ان انا يعني متشافة يا جماعة. مفيش اي حد بيعبرني خالص. ما علينا. المهم، انا حابه والله ان انا ابقى معاكم، ونفسي ان انا الاقي تعليقات، اتكلم معاكم، ارد عليكم كده، يعني اشارككم في اي حاجه. انا اليوم النهارده كان يوم عادي خالص، كان عندي شويه مواعين وغسلتها، كنت عايزه اعمل اكل النهارده، كنت هعمل لوبيا. فانا نقعتها الاول بعد طبعا ما نقيتها، وسبتها، قلت بقى اسيبها شويه لحد ما اغسل المواعين، عشان خاطر تكون ايه اتنقع، ان هي لما بتتنقع بتيجي تسويها ما بتاخدش وقت معاكي، وفي نفس الوقت عشان خاطر إيه ما توجعش بطنك. فلما بتنقعيها احسن، بتبقى ب... ما بتنفخهاش، يعني فاهميني. المهم، انا بقى ايه، الواحد كان قاعد زهقان، كانش عايز يعمل ولا اكل ولا يعمل اي حاجه. كان عايز كده نفسه كده الواحد يقضي كده كل يوم يصحى، إيه ما يبقاش بقى فيه دوشه عيال، ما يبقاش فيه اي حاجه، وما غسلتش بقى مواعين ولا الكلام ده. اصحى بقى وقت ما اصحى، وانام وقت ما انام. جوزي لما يجي الاقيه بيخبط على الباب، بيقول لي ايه، خدي يا حبيبتي الاكل، انا جبتهولك. وانا اقول له ياه شكرا يا حبيبي. صحينا طبعا من الحلم ده، سيبكم من اللي انا كنت بقوله. انا هنا كنت اللوبيا كانت تغلي اهي، وهنا قلت اعمل السنة عصفور احمره. في حاجة بقى اتعلمتها، ان انا وانا بعمل السنة عصفور اعمل ايه بقى. اول ما يتحمر معايا، انزل عليه بشوية مية او بشوية شوربة صغيرين، واسيبهم بتاع مدة كده 5 دقايق يتشربوا. علشان لو انتوا بتاخدوا بالكوا ان لسان عصفور لما بيجي يقعد بيتقل كده، ويبقى تقيل كده، مش شوربة يعني مش سايلة كده، بتبقى تقيلة كده. فليه بقى بتبقى كده؟ عشان خاطر لسان عصفور النشا بتاعه لما بينزل في الشوربة بيخليها كده تقيلة، فاهميني. لكن لما سنة عصفور هيشرب الشوية دول كده، هو شرب النشا اللي هو كان هينزله في الشوربة، فهو كده خلاص. فلما هتيجي بقى تحط شوربة تاني، هتقعد في التلاجة، مش هتعمل بقى التقل ده، يعني هتبقى خفيفة كده معاكم، بتسخنوها عادي. وطبعا على حسب طبعا الفراخ والكلام ده يعني. انا طبعا كنت بسلق الفراخ اهي على الحلة، في الحلة الناحية دي، واللوبيا الناحية دي، وقلت اعمل السنة عصفور. بصوا بقى، هنا حطيت بقى الشوربة خلاص، وانزل بقى بواحدة ماجي، واحدة فلفل اسود، حبة فلفل اسود، شوية ملح، وشوية كمون. بس بقى والله كان طعمه زي العسل. انا بحب السنة عصفور اول يوم، تاني يوم معرفهوش بصراحة، معرفش اللي بحبه وهو في ساعتها كده. هنا بقى كنت عايزة اعمل رز. عايزة اقول لكم بقى يا جماعة، اي حد بيستخدم رز التموين، يعني ده رز بصراحة، يعني الحمد لله نعمة ربنا، بس بصراحة انا اول ما عملته اتصدمت فيه، لقيته بيشرب مية بطريقة، وما بيستويش بسرعة، ومش عارفة فيه ايه غير الرز اللي احنا بنشتريه السايب العادي. لا ده لا، يعني اللي مش يعرف يعمله بلاش عشان هيبوظ منه. يعني لازم تغسليه الاول، تنقعيه شوية، وبعد كده تصفي منه المية. ولما تيجي تحطي، هتحطي بقى ايه، تحطيه في حله واسعه. ان هو بيزيد بطريقه، يعني انت لو عملتي كوبايه تحسي ان انت حطيتي 3 كوبايات. مش عارفه، لو ربع كيلو تحسي ان انت عملتي نص كيلو. بيزيد جدا. هي طبعا حاجه حلوه، بس اللي ما يعرفش، وهو مثلا عامله مثلا كوبايه فعملها في حله صغيره، هيبوظ منه، هيعجن. ان انا بصراحه عمل معايا كده، فخلاص خدت بقى ان هو بقى بيزيد وكده، بقيت اعمله بقى في حله واسعه، عشان لما هيجي بقى يزيد وكده ما يعجنش مني تاني. بس خلاص بقيت استاذه، يعني استاذه فيه، بقيت خلاص عرفت النوع ده.
بس طبعا مش هجيبه تاني. هنا بقى كنت بحمر الشعرية. احلى لحظة بحب فيها الشعرية وهي بتتحمر، مش عارفة ليه بس بحبها. انتوا بتحبوها ولا ما بتحبوهاش؟ لا انا عارفة انا بقول اي كلام، بس يلا هو بنسلي نفسينا. ليه بقى الرغوة دي بتحصل؟ انا ما اعرفش، هل من الزيت بتاع التموين ولا من ايه؟ مش عارفه، بس اعتقد يعني ان الزيت بيعمل كده بتاع التموين. المعلقة دي عجباني قوي يا جماعة، بحبها قوي. هي طبعا الشعرية بخليها لونها ايه، ذهبي كده. ليه بقى؟ بحس كده لما بتغمق الرز كده تحسي كده ان هو غامق هو كمان، لكن لما بتبقى ذهبي كده تحسي ياه على الرز، ايه ده، الرز كده بيبقى تاكليه كده لوحده كده. وبحب ازود الزيت. ليه بقى؟ بحس كده ان الرز بيفلفل كده، يبقى طعمه لا حلو قوي. بصوا هنا بقى، انا كنت غسلاه وكمان كنت نقعاه شويه عشان خاطر عارفه ان هو بيبقى محتاج يشرب ميه، فقلت انقعه شويه عشان ما ياخدش ميه كتير. وانا ايه بس ايه، طبعا احط شويه بقى ملح. في ناس بتحب بقى تحط شويه فلفل اسود وماجي، عادي اللي يحب حاجه يعملها يا جماعه. انا ما بحبش الا الملح وخلاص. كتر خير يعني انا واقفه في المطبخ وبعمل. هل كل يوم بتطبخوا ولا مثلا بتعملوا مثلا ايه؟ يعني انا عن نفسي بعمل كل يوم، مش كل يوم. يعني لو انا ما عملتش غدا هيقعد يومين، فهضطر ان أنا تاني يوم هعمل. فانا بالنسبه لي ان انا لو رحت السوق وجبت اكل قعد يومين، ده احسن لي. ان انت كل يوم تفكري هتعملي اكل ايه، تبقى حاجه ممله وحاجه صعبه جدا. وانا عارفه ان في ناس بتبقى غصب عنها بسبب ازواجهم. في ناس ما بتحبش الاكل البايت، في ناس بتبقى عايزه وهو سخن ما تاكلوش بعد كده لما يبات. لكن أنا الحمد لله انا جوزي طلع بيحب الاكل البايت، مريحني بصراحه. يعني انا كنت باجي اقول ايه ده، انا اقعد اكل في الاكل مش عارفه يومين ثلاثه، بس بصراحه طلع مريح. يعني مثلا لو انت مثلا عندك عيال، او انت ام بترضعي، مش هتعرفي تنزلي السوق، فاللي انت تقعدي 3 ايام او يومين ما تنزليش، طبعا دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. بصوا بقى انا هنا حطيت، بصوا ميه قد ايه، ولسه هحط ميه تاني. قلت عشان ابقى انا عملت اللي عليا والباقي على الله. يا رب لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك. كانت عامله ازاي؟ كانت تحفه. طبعا التسبيكه كلكم عارفينها.